السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهاركم مبروك، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ووصفه جديده كما العاده. نتمنى يكون الفيديو ديالي كينالو الاعجاب ديالكم، واللي عنده شي راي يخليه لي في الكومنتير، نستقبل الاراء ديالكم كاملين. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المتابعه ديالكم. ونبدا معكم فيديو. هنا اول حاجه كنت بديت التخبيزه ديال الدار، عجنتها وكنت كنقرصها، عاد فكرت راسي خصني نصور، قلت نصور معكم هذا الفيديو. علاش لا؟ هنا غادي نشارك معكم واحد الطاجين ديال الكفته ديال السردين. صراحه انا اول مره كنجرب هذه الطريقه، عجبتني بزاف وقلت نشاركها معكم. حيت دائما الكفته ديال السردين كنت كنديرها كيف كتعرفوا بمطيشه، ولكن جربتها بهذه الطريقه عجبتني حسن وصافي. رجعت كندير غير هذيك الخبيزه ديالي بعد ما طابت. كيف كتعرفوا كان شويه الجو هنا مضبب على داكشي، واخا صورت لكم جا شويه الفيديو بحال اللي مظلم. غادي ندوز باش نشارك معكم الفيديو اولا الوصفه عفوا. هنايا اول حاجه غادي ناخذ واحد الطنجره، غادي نقطع فيها البطاطا اللي غتكفيني على حساب الافراد العائله ديالكم. بطاطا قطعتها كيف وريتكم في الاول، شويه غليظه، ما قطعتهاش رقيقه حيت غادي ندير لها هنايا نص طياب هاد البطاطا. كيف قلت لكم انا هاد الوصفه اول مره كنجربها وعجباتني، ورجعت كنديرها كل نهار. صراحه كون ما نبغي ندير كفته السردين كنديرها بهاد الطريقه، كتعجبني حسن من الطريقه ديال طرق اخرين. المهم هنا درت البطاطا اللي غتكفيني، درت لها الماء وغادي نديرها فوق الطنجره، غادي تغلي، غير تبدا تغلي شويه غادي نطفي لها، يعني ما نطيبوهاش حتى تهرى، حيت باقي غنشرملوها باش ما تبقاش ترجع لنا بحال عجينه. ندير لها شويه د المليحه ونخليها واحد جوج دقائق وصافي، غير تغلي داك البطاطا وصافي. هنا السردين نقيتو خليتو كيقطر، كنديرو هكاك على ديك الجناب ديال البانيو باش دغيا كيتقطر منه داك الماء. طحنتو كفته يعني في الطحانه البيصاره، يكونوا ديك العوينه ديالها كبارين اولا في الهاشوار، ولكن الهاشوار خصكم تنقيو بزاف ديك الشوكه. انا صراحه كنعكز. هنا حكيت شويه ديال الشحمه ديال الحولي ديال العيد باش تجي فيها ديك النكهه ديال. صراحه ملي كلاوها ما عرفوش راسهم واش كياكلوا الكفته ديال الحوت ولا شنو كياكلوا داكشي. المهم غادي ندير هنا في البانيو واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه، نفس الشرموله اللي كنعمل في داك البانيو غنشرمل بها البطاطا، هي نفسها اللي غادي ندير لداك الحوت، ديك الكفته ديال الحوت اللي زيدت معها ديك الشحمه. المهم درت شويه الثومه هنا وهنا، ودرت واحد نص معلقه تحميره في البانيو اللي غادي ندير البطاطا، وراس معلقه ديال التحميره درتها للحوت. المهم نفس العطريه كيف قلت لكم، غندير شويه هنا شويه هنا. غادي ندير هنايا شويه ديال الملحه، شويه د الملحه درتها في الحوت وشويه درتها في الشرموله، ما نكثروش بزاف حيت عملت شويه في البطاطا. نتمنى ما نكونش خربقتكم. درت معلقه صغيره مع مراج ديال سكينجبير، ونص معلقه درتها في الكفته ديال الحوت، شويه د الخرقوم. المهم العطريه كامله اللي غديروا، اللي كيستعمل لي بزار ديروها، انا صراحه ما كنستعملوش وما عنديش في الدار دائما كنقولها لكم. المهم ديروا العطريه والزيت البلديه ديروها هنا وهنا، يعني في ديك الكفته وفي داك البانيو اللي غادي نشرمل فيه ديك البطاطا. وغادي ندير هنا شويه ديال المعدنوس والقزبر، غادي نديرهم فيهم بجوج. هنا درت شويه د الماء غير باش نخلط داك التشرموله، حيت باقي غادي نضيف لها البطاطا باش داك البطاطا كتلبس لنا كامله بديك التشرميله. المهم خلطت داك الكفته، نتمنى ما نكونش خربقتكم. ديك الكفته خلطتها، وهنا ديك البطاطا غير غتغلي، غير جوج الغليات كتشوفوا فيها، يعني طلعت جوج غليات ولا 3. غادي نحيدها، غادي نصفيها ونحيدها في واحد الطبسيل تبرد غير شويه. ما غاديش نديروها في البانيو سخونه سخون، حيت كيف كتعرفوا حاجه سخونه مع البلاستيك ما كيجوش مع بعضياتهم. او الا عندكم شي طاسه الزاج، شي سوبيره الزاج ديروا فيها ماشي مشكل. المهم غادي نصفيها نخليها غير دافه شويه، عاد غادي نخويها على ديك الشرموله. هنا غادي نبقى كنخلطها. حاولوا تخلطوها انا كنت غنخلطها هكا في الاول، خفت ما تعجنليش. المهم ما تخليوهاش تسلق بزاف، حيت انا ما سلقتهاش بزاف، بقيت كندير لها هكا باش ديك العطريه كامله كتلبس في داك البطاطا. غادي ناخذ الطاجين وغادي نقطع فيه واحد البصله. هاد البصله غادي نقطعوها، ما غاديش نشحروها ما والو، غادي نردو الطاجين يطيب في خطره، يعني غنمرقوه ونطيبوه في خطره. صراحه كيجي زوين، جربوه. نتمنى يعجبكم. انا شخصيا عجبني هاد الطاجين ملي جربته. كيف قلت لكم رجعت كفتات السردين كنعملها غير بهاد الطريقه، احسن من الطريقه الاخرى ديال المطيشه هنا. المهم غادي نخوي ديك البطاطا كامله، كنت في الاول كنستف، من بعد قلت بلاتي هادشي ما سلكش. درت خويت ديك البطاطا كامله، وغادي نبدا كنشكل كويرات ديال كفتات السردين، غادي نستفهم ونديرهم فوق ديك الطاجين. المهم الا كان شي واحد كيدير فيكم هاد الطريقه يكتب عليه في الكومونتير، حيت انا اول مره صراحه كنطيبها. ما عمر طيبتها بهاد الطريقه. كيف قلت لكم كنت كنديرها غير في مطيشه صافي، ولكن ملي جربت هاد الطريقه عجبتني صافي. غادي نكور ديك الكفته كامله وغادي نديرها هنا، غنستف عليها الفلفل
الفلفل الصفر ولا احمر ولا ما ديروهمش كاع. انايا كان عندي في الدار وديرته، ولا مطيشه. هنايا انا صراحه نسيت مطيشه، حتى درت الفلفل وطبعا رديت البال. ديروا مطيشه، ديروا فلفل خضر، ما ديروش. مهم داكشي اللي عندكم في الدار كتستغناو عليه، ماشي كتستغناو عليه عفوا، اللي عندكم في الدار كتستعملوه صافي. شرم داك، درت واحد الطريفه ديال الحامض مصيه في الوسط. ديك البانيو بقات فيه شويه ديال التشرميله، عملت فيها شويه د الماء وحركت داك البانيو باش ما تبقاش فيه ديك التشرميله تما. غادي نخويها عليه وغادي نخليها حتى كطيب كيف كتشوفوا حتى كينشف هذا الطاجين. اللي بغى المريقه يخليها. انا بصراحه ما كيعجبونيش الطواجن فيهم مريقه بزاف، كيعجبوني الطواجن يكونوا ناشفين صافي. حتى كتشرب ديك المريقه كامله وكنطفي. هذا هو الطاجين ديالي اليوم، نتمنى يعجبكم. جربوه وردوا عليا، وشكرا على المتابعه. الى فيديو مقبل ان شاء الله.